اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع التفاصيل وجميع الاسرار لنجاح الغريبه ديال السميده والكوك. طريقه اللي صراحه سبيسيال بروفيسيونيل كيف ما كنقولوا. طريقه الطياب ديالو في الفرن الكهربائي. نتمنى انكم تتبعوا هاد النصائح ان شاء الله باش تنجح معكم. والناس اللي من عشاق هاد الحلوه هذه اكيد غادي تشوفوا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك اشتراكاتكم وخلوا لي تعاليقكم حول هاد الحليوه هذه. ندوز مباشره للمقادير وطريقه التحضير. غادي نشارك معكم المقادير بالغرام وبالكاس ايضا. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الكوك، وضروري هنا يكون نوعيه جيده ويكون الكوك ميدم البنات اللي كيعطي نتيجه زوينه لهاد الغريبه. 250 غرام يعني العبار بالكاس هما 4 ديال الكؤوس ديال العنبه. غادي نحتاجو ايضا 250 غرام ديال السميده رقيقه ديال الحلوى اللي هي 2 كؤوس ديال العنبه. غادي نحتاجو ايضا 200 غرام ديال سنيده، 3 ديال البيضات، كاس الا ربع ديال زيت نباتيه اولا 200 غرام ديال زيت نباتيه، معلقه كبيره ديال المربى. عندي واحد الخماره فانيلا، عندي لاغوم ديال الحامض، ممكن تعوضوها بلاغوم ديال البرتقال، صراحه كيعطي واحد لوغو حتى واحد اللون اللي خطير لهاد الحليوه هذه. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخدم فيه مكونات ما عدا النواشف. غادي ناخذ 3 ديال البيضات، ضفت معاهم معلقه كبيره ديال المربى، اي نوع ديال المربى عندكم، ولكن يكون من الاحسن يكون ديال المشماش، ما يكونش ديال الفريز، غير هي اي نوعيه او اي شركه او اي ماركه عندكم. هادشي اللي بغيت نقصد. يعني انا عندي هنايا البنات هذاك اللي في طريف فيه الطريفات، ولكن ماشي مشكل غادي نطحنو من بعد. خديت 200 غرام ديال السكر سنيده، خديت سكر بنكهه الفانيلا، وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال لاغوم ديال الحامض. كما قلت لكم ممكن تعوضوها حتى بلاغوم ديال البرتقال، وايضا ممكن تنسمو حتى بقشور ديال الحامض او لا بقشور ديال الليمون، ولكن النكهه صراحه كتعطي واحد لوغو زوين مجهد او لا مركز ديال هذاك اللوغو اللي بغينا حنا نحصلوا عليه، وحتى اللون. كنخلط الكل بهذا الباتور. ممكن ديروا حتى الكاس ديال الخلاط الكهربائي او الكاس ديال العصير حتى هو ممكن تخلطوا به. صافي كنتحصلوا على واحد الخليط اللي تيكون بهذا الشكل هذا، يعني كلشي كيتجانس مع بعضو وهكا كيتخلطوا لنا العناصر مزيان. من بعد غادي نضيف 250 غرام ديال الكوك، غادي نخدموه مزيان مع هاد المواد اللي طحنت، مكونات عفوا اللي طحنت. غادي نخلطو مزيان وكنعجن، وانا يعني بحال كنضغط. الا كان عندكم واحد البصيل اولا قصريه كبيره يكون احسن باش تخدموا داك الكوك مزيان. وكيف ما قلت لكم ضروري تعزلوا الكوك يكون نوعيه جيده باش كيعطيكم واحد النسمه وحتى واحد التعليكه لهاد الحلوه. غادي نضيف خماره كامله يعني من فئه 8 ديال الغرامات اولا 8 غرام. غادي ندخلها مزيان في الخليط. من بعد غادي نبدا نضيف السميده اللي هي 250 غرام ديال السميده رقيقه خاصه بالحلويات اولا بالحرشه، اولا 2 كؤوس ديال العنبه. ضروري البنات هاد الغريبه هذه كتبغي المكونات يكونوا معبورين يعني بالغرام. ضروري يكون عندكم الميزان، الا كان عندكم ميزان في البيت فتعبروا وتخدموا بهم. الا ما عندكمش تاخذوا كلشي المكونات من اللي اقرب محل حداكم، تاخذوا من عنده الكوك والسميده والسنيده، الاحسن يكونوا معبورين البنات. كنخدم مزيان وهنا كنضيف السميده الرقيقه وانا كنخدم. هاد الحلوه صراحه كتبغي شويه دليك، يعني كتبغي انك تمعسيها مزيان وتدلكيها وتدعكيها مزيان حتى كتجانس وكينسجموا كاع المكونات مع بعض. صافي البنات انا غنمشي نغسل يديا، وهنايا غادي نخليها واحد 4 ديال الدقائق، يعني ما غاديش نخليها حتى 5 ديال الدقائق، غير 4 ديال الدقائق بين ما وجدت يعني السكر فاش غادي نفند ووجدت اللاطه والفران. صافي هنا بعد ما شعلت الفران ديالي، شعلته على النار اللي كتكون 170 180 درجه تكون من الفوق، وخليته هنا. ضروري خصو يكون الفران ديالنا يسخن مزيان البنات. صافي هنا كناخذوا الكرات اللي تقريبا البنات اللي بغيتهم يجوكم بداك القياس اللي جاوني انايا يكونوا كبارين وكيجي واحد الشكل اللي هو زوين البنات، الغريبه كبيره. فعبروا انا هنا تقريبا راه 22 23 غرام اللي درت في الكره، غير انا عيني ميزاني لانهم ديت على هذا العبار هذا، ودائما ملي كنعبر الكره كنلقاها 22 ما بين 22 حتى 23 غرام. صافي كنكورها مزيان، كنفندها في داك السكر كلاصي. وهنا يستحسن يكون سكر كلاصي سبيسيال. الا خديتوه من المحل يعني ما لقيتوش في الحوانت هكا كتصايبوا مثلا كلا عندكم كتصايبوا بهذا السكر كلاصي بزاف كتخدموا به، فغادي تاخذوا كيلو ديال السكر كلاصي العادي مع كاس ديال النشا مع خميره ديال الحلوى، كتخلطوهم وتغربلوهم مره وجوج ثلاثه حتى كتحصلوا على سكر كلاصي سبيسيال كتحتفظوا به
هكا لتزيين الحلويات. صافي هنا بعد ما فنت اللاطه الاولى كامله كناخذ واحد الملعقه وكنبدا نبسط بها بهذا الشكل هذا. هنا كيف ما كتشوفي يعني دومي تشقيقه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كنساعدوها باش ملي تدخل الفران كتشقق لنا واحد التشقيقه اللي ما كتكونش ما كتذوبش، يعني ما كتضيعش ما كتسيحش لنا في الفران. هانتوما نعطيكم بنات واحد السر اخر، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغنعطيكم جميع الاسرار كيف ما وعدتكم. هنا غادي ندخل اللاطه الاولى ديال الفران بعد ما سخن الفران على 170 180 درجه من الفوق كيكون سخون. هنا ملي كيكون سخونه البنات الفران مزيان ما كيخليش الحلوه ديالنا اولا الغريبه كتسيح لينا في الفران، يعني دغيا ديك الطبقه الفوقانيه كتشقق دغيا كتنشف، ما كتخليش الحلوه ديالنا غدا وكتسيح وما تشربوا يعني ما كتخليش حتى الفران يشربها، بالتالي كتجينا التعليكه ديالها من الداخل وكطيب بسرعه، راه ما كتاخذش وقت نهائيا طويل. غادي نهبطوا اللاطه لتحت وغادي نشعل من الفوق ومن التحت وغادي ندخل اللاطه الثانيه الفوق كيف ما تشوفوا معايا نفس درجه الحراره، وغادي نسد الفران ونخليها حتى طيب على خاطر خطره. هنا بعد ما خرجت اللاطه الاولى من الفران كيف ما شفتوا ما نقيسوهاش البنات، راه كتكون طريه 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 بزاف وكتكون رطبه، يعني غير تقيسوها تقدر تفرتت لكم. فانا خرجت هذه تقريبا لمده ديال 10 ديال الدقائق عاد هزيتها ووريت لكم هذه الحبه هذه لان صراحه كتكون طريه، يعني غير تقدروا تقيسوها تقدر تفرتت لكم صراحه كتجي يعني فيها واحد التقرميشه من الفوق لتحت وكتجي معلكه من الداخل. وهنا درت واحد الخطا انني ما شاركتش معكم يعني ما حليتهاش معكم، ولكن صراحه كتجي رائعه حتى الاخير. عاد فكرت انني ما حطيتش لكم شي مقطع ديالها بهذيك التعليكه ديالها، كنا في الاخير فيديو غادي تلقاو واحد المقطع اللي هو صغير. صراحه هاد الحلوه ما كانتش للدار داكشي علاش حاولت انني ما نقيسهاش لمولاتها، ولكن صراحه جات روعه البنات. فانا صراحه يعني حطيتها لها في هاد السوبيره هادي ديال اينوكس باش بغاتها بحال هكا تبقى مجموعه، يعني باش نديرها في الطبسيل ولا شي سوبيره بغاتها تبقى مجموعه. فصراحه كتجي روعه كتجي رائعه جدا، بنينه 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 بلا قياس البنات، ريحتها يا سلام. والنتيجه ما نعاودش لكم يعني راه قدام عينيكم. نتمنى يا ربي يجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وكنت شحال هذه في واحد لا فيديو خدمتها ولكن ما شاركتش معكم التفاصيل كامله، فوعدتكم انني غنعاود نشاركها معكم وجات الفرصه. وها انا البنات شاركتها معكم بطريقه مفصله وبالتفصيل وبطريقه ديال الطياب ديالها وكل شيء. المهم البنات نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش دعواتكم وتعاليقكم ونخليكم واحد المقطع في اخر الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد.